الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرح لكم وضعية الخروج من تم إيقاف الآيفون الرجاء الاتصال بالآيتونز. طبعا الواضح عندنا أنا وقفت جهازي الحين يقول لي حاول بعد 60 دقيقة. طيب بعض الأجهزة يجيك بهالوضعية، أنت تكون عارف الباسورد بس يعطيك دقائق أكثر. أوكي، أو حتى في برنامج يفك رمز القفل، بس إذا كان الجهاز بهالوضعية أغلب المحلات يقول لك لازم سوفت وير. لا، بدون سوفت وير تقدر تفك رمز الايفون 4 والايباد 1 والايبود تاتش، الايبود تاتش 3 4 سوري، والايفون 3 جي اس. نقدر نفك رمز القفل بدون ما نخسر بياناتنا. طيب كيف نفكه؟ طيب هذا الحين يبغى له 60 دقيقة. اول شيء نحتاج برنامج ريموف ديسبلاي. الواضح معنا ريموف ديسبلاي. اول ما نفتح معنا البرنامج راح يطلع معنا بالشكل هذا، راح يطلب مننا ان ندخل الجهاز في وضعية دي اف يو. راح يطلب اننا ندخل الجهاز في وضعية دي اف يو. طيب دي اف يو مود. طيب كيف ندخل الجهاز في وضعية الدي اف يو؟ نشبكه على الايتونز، نشبكه على الكمبيوتر، نضغط على زر الباور والهوم لمدة 3 ثواني، نرفع يدينا مع بعض، نرجع نضغط على الباور والهوم مع بعض لمدة 10 ثواني. راح يطفي الجهاز معنا. الحين طفى الجهاز، نظل ضاغطين لمدة 3 ثواني، نرفع يدنا من على زر الباور ونظل معلقين على الهوم لمدة 15 ثانية أو أقل. طيب تلقائي مجرد تطلع معنا كلمات هنا الحين، أوكي، نرفع يدنا من على زر الهوم، نخلي الآيفون على جنب، راح نلاحظ الكلمات تمشي معنا هنا. أوكي، الحين خلونا نلاحظ الآيفون وش اللي بيصير فيه. حلو، هذا الحين الآيفون، هذا البرنامج عندنا شغال، وهذا الآيفون. هو يقول يبغاله 60 دقيقة على بال ما يفتح معنا. في بعض الأجهزة يجيك مليون أو أكثر. هو بعدد المحاولات تزيد المدة أو تزيد الوقت. انتظر لثواني على بال ما يسوي ريموف للباسورد. طبعا الأجهزة الداعمة لهالبرنامج آيفون 4، آيبود تاتش، آيباد 1، آيفون 3 جي اس. لا يجيني أحد آيفون 4 اس ويقول لي أبغى أطلع بالوضعية بهالطريقة، لا. يقول لي آيباد 2، أقول له لا، البرنامج ما طور إلى الآن يدعم هالأجهزة، فقط الأجهزة القديمة اللي هو آيفون 4، آيبود تاتش، والآيباد 1. لو نلاحظ الحين شغال معنا البرنامج. طبعا البرنامج يمكنكم تحميله من منتديات لحن الأماني، راح يكون موجود. طبعا بعض الناس يحمل البرنامج ما راح يشتغل معه، راح يعطيها الخطأ، راح يعطيها الخطأ. إذا أعطاك الخطأ مطلوب منك إنك تحمل هالبرنامج، المطلوب منك إنك تحمل هالبرنامج. واضح معنا اللي هو من مايكروسوفت عشان يدعم لك كل الإصدارات. طبعا احنا ما نحتاجه. طيب لاحظوا الحين معي برنامج الريموف ديسبلاي لا زال شغال. طيب شوفوا الايفون وش اللي صار فيه. هذا الايفون، لاحظوا هناك معي كلمات في البرنامج. شوفوا الايفون وش صار فيه. نضغط على زر الاكس، نقفل البرنامج، راح تفتح معنا صفحة المواجهة او الموجه. ننتظر ثواني، ننتظر ثواني فقط. شوفوا الايفون وش اللي جالس يصير فيه. لاحظوا معي. اوكي، الحين تلقائي راح بدال ما ننتظر 60 ثانية بيشتغل الايفون ومسوي ريموف اللي هو الديسبلاي اللي هو تم ايقاف الايفون، يكون سوالها ريموف وانتهت عندنا، انتهى عندنا الموضوع بدال 60 دقيقة في اقل من 4 دقائق. وبكذا نكون حلينا موضوع تم ايقاف الايفون. وان شاء الله راح اشرح لكم البرنامج اللي يفك لكم الرمز من خلال قناتي على اليوتيوب لحن تي في، من خلال منتديات لحن الأماني، من خلال معرفي على تويتر الهزازي 20 أو متعب الهزازي. ننتظر بس عشان نتأكد إن الجهاز اشتغل. لاحظوا معي. طبعا لا تخافوا، ما راح يمسح من الجهاز أي شيء، ما راح يصير أي شيء، مجرد إنه يسوي ريموف للباسورد فقط لا غير، أو يسوي ريموف للديسبلاي اللي هو تم إيقاف الآيفون.
يسوي ريموف للشاشة الحمراء اللي كانت موجودة عندنا بدون ما يمسح أي بيانات من الجهاز، ويعطينا محاولات ثانية للباسورد إذا كنا نعرفه. وإذا كنا ما نعرف الباسورد نحتاج البرنامج فك الباسورد الخاص بالآيفون. ننتظر ثواني بس لين يخلص. طبعا المضحك ان اصحاب المحلات يقول لك لازم سوفت وير. انا عندي بياناتي في الجهاز، اسمائي، رسائلي، صوري، ملاحظاتي، ليش تروح؟ لا، لازم سوفت وير. مو بحل سوفت وير، حل بدائي الشخص اللي ما يفهم. اوكي، شفتوا كانت 60 دقيقة. طيب الحين اشتغل معنا الجهاز، خلاص انا عارف الباسورد 5656، فتح معي الجهاز وانتهى موضوع ال60 دقيقة واشتغل معي الجهاز. ان شاء الله راح اشرح لكم الشرح القادم، راح يكون البرنامج معرفة الباسورد اذا كنا ما نعرفه. انتظروني في شرح القادم، الى ان نلتقي مرة اخرى. اخوكم الهزازي 20.